بالنسبة لباسم مرسي، لاعب الزمالك السابق ولاعب طلائع الجيش السابق ولاعب، الناس كلها بتهاجمه علشان هو وجه انتقاد للكابتن عبد الحميد بسيوني. عبد الحميد بسيوني غالي علينا جدا وحبيبنا في الزمالك، وباسم مرسي غالي علينا جدا وحبيبنا في الزمالك. انما الموضوع مش موضوع حب وكره، ولا موضوع احترام وعدم احترام. الموضوع موضوع حرية الرأي وحرية الانتقاد. باسم مرسي مش جاي من سوق الخضار ينتقد، هو جاي من وسط الملاعب، وكان بيلعب تحت قيادة عبد الحميد بسيوني. وكونه يتكلم على النواحي الفنية في عبد الحميد بسيوني كمدرب مش غلط. هو لم يتطرق إلى شخصيته أو أي حاجة خاصة فيه، هو بيتكلم على تدريبه.